عودة الروح القتالية للاعبي النادي المصري. مش عودة الروح بس، أنا بقول عودة الروح القتالية، بمعنى إن لعيبة المصري النهاردة نازلة وكلها إصرار وعزيمة إن هي تفوز بالماتش، كلها إصرار وعزيمة إن هي تفوز بالماتش. جابوا جون، الظروف ما خدمتش لعيب المصري وراح لعيب اتطرد، وطبعا لما اللعيب يتطرد شوط كامل بتأثر على معنويات الفرقة. فهنا قلت الروح القتالية، لأن رغم إن في لعيب اتطرد هم قدروا يحافظوا على الفوز، بل جابوا جون في بداية الشوط الثاني وقدروا إن هم يفوزوا بالمباراة 2-1. واحد هيقول لي ما إنبي كان ضاغط، ما هو لازم إنبي يضغط، أنت بتلعب 10 تنفار وعايز تحافظ على الفوز وغالب إنبي 2-0. طبيعي في كرة القدم اللي لازم الفرقة المغلوبة حتى لو انت لاعب 11 لاعب برضه هيضغطوا عليك، بل انت لاعب 10 لعيبة وقدرت تحافظ على الفوز. فشابوه للاعيب النادي المصري، هم دول لعيبة المصري، هم دول لعيبة المصري اللي عندهم الروح، هم دول لعيبة المصري. هي دي النقطة اللي عاوزها حسام حسن، عايز لعيبة مقاتلة في المباراة. والنهارده اثبتوا لحسام حسن ان هم رجاله في الملعب، عندهم روح، اصرار وعزيمه، هنفوز بالماتش حتى لو بنلعب 10 تنفار. دي روح بورسعيد، دي بورسعيد يعني المدينه الباسله اللي عندها روح القتاليه. فاحنا عايزين لعيبه المصري تبقى على نفس الروح. النهارده قدموا مباراه رائعه، كلنا بنقول لهم شابوه، بقول شابوه لحسام حسن. حسام حسن بيحارب في كذا جهه، حسام حسن عايز يظبط الفرقه وفي نفس الوقت عايز يلعب ناشئين وفي نفس الوقت عايز يعيد سياق الفرقه من كامل. فمهمه صعبه جدا جدا. النهارده طبعا قبل ما ننسى عصام ثروت نجم المباراه من اول مباراه لاخرها وحاش كور كتير، فالنهارده بنقول له شابوه. ومباراة بيراميدز لعب مباراة هايلة جدا وكان فتحة الخير، احنا تعادلنا مع بيراميدز فعلا والنهارده فزنا 2-1. فالمطلوب من الكابتن حسام حسن اللي هو يديله فرصته يلعب، مادام الحارس متألق والمطوشة جايباه يلعب كل ماتش، مفيش مشاكل. صح احنا جبنا جون بملايين بس مش مشكلة، مادام عندنا حارس بيتألق والنهارده اخد احسن لاعب في المباراه دليل على تفوقه. فاحنا من هنا بنقول له شابوه عصام ثروت، والنهارده المفروض مستر كامل يديله مكافاه اجاده تحفيزيه لادائه الجميل. وحسام حسن كان رايه صواب لما هو جاب الفرقه تتدرب في بورسعيد. الفرقه لما تيجي تتدرب بورسعيد بتشوف جمهور المصري، هتعرف ان المصري ده ليه جمهور من حديد بيغير على فرقته وعايز فرقته تغلب كل ماتش. فده اللي عمله حسام حسن، جابهم ال 11 يوم في بورسعيد وقدروا ان هم يتعادلوا مع بيراميدز العنيد ويغلبوا النهارده رغم ان هم كانوا 10 لعيبه. يعني النهارده كانوا بيقاتلوا في سبيل ان هم يطلعوا بالثلاث نقاط. بدايه الانتصارات هتدينا دفعه باذن الله في المباراه القادمه، قدامنا مباراه الجيش وقدامنا بعد كده مباراه الزمالك. عايزين نلعب بهدوء، احنا صحيح خلاص بنحسن موقفنا في الجدول وبنبني فرقه للسنه الجايه، فعايزين اللعيبه تكون هاديه وما عليهاش اي ضغوط، وباذن الله المباراه القادمه هيكون الانتصارات. وزي ما قلت دي فتحه خير ودي بدايه الانتصارات. ومبروك لجمهور النادي المصري ان هو بيساند فرقته في السراء قبل الضراء. وشكرا لكم وعلى حسن استماعكم والف مبروك للنادي المصري.